البداية مع الأهلي. والأهلي خسر في لقائه أمام فلامينجو في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع، خسر بنتيجة 4-2. خلينا نتفق على شوية أمور وبعدين نفصصها سوا مع بعض. مواضيع في الكورة ممتعة حلو بسيطة، الفنيات بتاعت الكورة حلوة. مما لا شك فيه إنه الأهلي مشرف، وهو أمر لا جدال فيه بأي حال من الأحوال، وما قدمه الأهلي أصلا هو شيء مميز. وخلينا نقف عند النقطة ديت ونقول إنه كان بالإمكان أفضل مما كان بالإمكان أفضل مما كان بإمكان الأهلي إنه يبقى في مركز أفضل، كان بإمكان الأهلي إنه يبقى في مركز أفضل. بس خلينا نوضحها لبعض. اللي حصل لك، وانا مقدر جدا غضب وزعل جمهور النادي الاهلي لخسارته في لقاء النهارده كمان تحديدا، اكيد اكتر من ريال مدريد يعني. بس خلينا نقدر المواضيع بالشكل الفني. اللي حصل لك في ماتش ريال مدريد واللي حصل لك في ماتش فلامينجو هو بالظبط كده اختبار لمستوى الجوده. انت بتلعب مع ليفل اعلى حاجه، مع المستوى الاول في كره القدم. ريال مدريد مستوى أول، وبالتالي هي فرصة كانت كويسة لاختبار قدرتك، تفاصيلك الفنية الصغيرة، تعرف عيوبك فين. إذا احنا بنتكلم الأهلي على قد الدوري، فبالصلاة على النبي احنا كلنا عارفين مستوى الدوري المصري كله أوله فين وآخره فين، وأغلب اللعيبة شبه بعضها إلا من رحم ربي بكواليتي مختلف، هنلاقيه قليل، هتعده على إيديك يعني. صح كده؟ احنا متفقين اصلا على كده يعني، محدش هيبيع لك بيعه ثانيه مختلفه، مفيش حد منطقي في الدنيا هيبيع لك بيعه مختلفه. فاذا كنت انت من جمهور الاهلي وبتبص البصه اللي انا شايفها او من الزاويه اللي انا شايفها، انت بتتكلم على انا الاهلي لما اروح عايز اعمل حاجه، لما اروح في المحافل الدوليه عايز اعمل حاجه. فده المستوى بتاعك. يبقى دي فرصه كويسه انك عرفت ان المستوى بتاعك واللي انت عايز تخش فيه وتصارع عليه وتنافس عليه محتاج لسه شغل، وانه انت لما اصطدمت باختبار الفرق ديت بالمستوى الاول بتاعها، باللعيبه الفرز الاول بتاعها، اتضح لك عده عيوب كما اتضح لك مميزات. يعني خليني اقول لك انه اكبر ميزه انا بشوفها من وجهه نظري لما تيجي تتفرج على المسيره بتاعت الاهلي في كاس العالم للانديه وتحديدا اخر مباراتين، هتبقى متاكد بما لا شك فيه ان الاهلي كسب مديرا فنيا متميزا، عنده الجرأة، عنده الشجاعة، عنده التكتيك، عنده الطريقة، عنده الخطة. فانت بقى عندك يقين انه الحتة دي محمية، الحتة دي بقت محمية. انت عندك المدرب خلاص، انت طول الوقت كنت بتدور على الحتة دي يقينا. انا عايز الراجل الشجاع، انا عايز الراجل الجريء، انا عايز الراجل اللي لما يروح المباراة في اي مباراة قدام اي خصم هو رايح بشخصية الاهلي. فاهلا وسهلا بيك، خليني اقول لك انه ده مكتسب رئيسي انت خلاص بقيت متأكد منه في اختبار كاس العالم للأندية. انا احب دايما يعني اشرح الامور او اشوفها بشكل مجرد. فده اختبار حقيقي لكولر نفسه، اثبت فيه الراجل ان هو ده الراجل المنتظر، هو ده المدير الفني المنتظر. طيب عيوبك وضحت فين؟ في الكواليتي. انت تمتلك جودة في بعض الاحيان لبعض اللاعبين عالية والبعض الاخر متوسطة. المتوسط مش هينفع يلعبك في الماتشات اللي شبه كده. المتوسط مش هيبقى عنده التفصيله اللي انت بالك فيها، مش هيبقى عنده الحته اللي انت تبقى مستنيها منه من نص فرصه يخلص لك. انت بتلعب قدام ريال مدريد فمش هتجيلك تاني. فالكبار دولت لما انت بتلعبهم لازم تبقى حافظ كويس، هتيجي كده هتتلعب كده هتيجي جول، خلصت، انتهت القصه. فانت بقيت عارف ومتيقن ان انت لو عايز تنافس في المستويات ديت، هي دي العيوب اللي عندك، هي دي المشاكل اللي عندك، هتبتدي تشتغل عليها. هتبقى محتاج في مراكز معينه واضحه للكل، والراجل نفسه كان اتكلم فيها مارسيل كولر، وهو المراكز الهجوميه. واضح ان الاهلي عنده فيها مشكله، ليست مشكله بنسبه 100%، وانما مشكله لها علاقه بانه انت بتاخد من اللعيب زي ما هو ما بيبقى عايز، مش زي ما انت ما بتبقى عايز طول الوقت. يعني مش المفترض لما انت بيجي لك 5 6 فرص
الطبيعي كده يبقى عندك لعيب جوده عاليه، 5 6 فرص، ال5 6 فرص على الاقل هتبقى مستني منهم 3 على الاقل في الجول او 2 في الجول. لكن لما بيجي لك 5 فرص وما تجيبش منهم ولا حاجه، لا في مشكله. لما يجي لك 5 فرص وتجيب منهم واحده، في مشكله. وبالتالي انت هتحتاج تدور على الكواليتي ده، الجوده دي اللي تخليك تنافس بشكل كبير، وتخليك لما تجيلك التفاصيل الصغيره تعرف تعملها. هي تفاصيل. فاتضح لك انه في لعيبه عندك، ومش عايز اسمي حد، انه في لعيبه عندك جودتها جوده عاليه. لعيبه في المستوى ده هتأدي، عندها قلب وعندها تركيز وعندها ذهن حاضر، وما بتغلطش الاخطاء المتكرره. لعيب بيغلط اخطاء متكرره، اخطاء متكرره، نفس الخطا، نفس الشكل، نفس الموضوع، اعرف انه لا، في حاجه في السيستم بتاعه نفسه. لكن لعيب غلط غلطه مره واحده على مستوى كذا ماتش من الماتشات، لا، يبقى انت فاهم كويس ان هو كواليتي عالي، بس طبيعي لان الكره فيها اخطاء، فطبيعي هيغلط يعني. فانت بقيت متيقن وعارف كويس انه في مجموعه هي فعلا الجوده العاليه المنتظره اللي تعرف تروح تلعب بيها، وانت محتاج تدعيمات في مراكز معينه، ابرزها وبشكل واضح المراكز الهجوميه محتاجه لتدعيم. فرصه كويسه، انت اصلا ما كنتش رايح كاس العالم للانديه، وخليك فاكر كده، انت ما كنتش رايح كاس العالم للانديه، ولذلك انت قطعت شوط محترم جدا في الكوره واديت بشكل كويس جدا جدا. النتيجه دي اللي انت خسرتها 4 النهارده قدام فلامينجو، تعال بص عليها، انفراد بجول لو جبته 3-1 3-1. شايف النتيجه كانت عامله ازاي؟ خلصت المباراه، خلصت الجيم، قتلته. خبراتك في انك تتعامل مع الماتشات دي، التفاصيل الصغيره في الكوره بتفرق. ولذلك لما تخطئ قدام الفرق الكبيره اللي بالكواليتي ده او بالجوده دي، خليك متاكد تماما انك هتتقبل هزيمه ما بشكل او باخر. اخطائك الدفاعيه، اخطائك الهجوميه، انت اتعاقبت عليها. قد يكون المستوى ده مش هيبان لك في الدوري المصري، لانه مفيش حد هيعرف يعاقبك بالشكل ده في الدوري المصري، مفيش حد هيبقى بالنديه ديت او بالمستوى ده او بالليفل ده. احنا بنتكلم على يا دوب هم 3 4 فرق اللي بيتباروا مع بعض في الكواليتي ده. اتكلم اهلي، زمالك، بيراميدز، الاسماء الاربع خمس، فيوتشر، الاربع خمس اسماء اللي هم بقى لهم فتره في الدوري المصري اقوياء وبيعملوا ماتشات قويه قصاد بعض. لكن بخلاف كده انت دايما بتقابل فرق بتدافع وتلعبك بالهجمه المرتده، مش هتلعبك زي ما فلامينجو، مش هتلعبك زي ريال مدريد. فرصه كويسه، الاهلي وقف عند بهذا الاحتكاك الرسمي، وقف في مدارس عالميه. فرصه ومكسب كبير للاهلي. وفي الاول وفي الاخر انت بتتكلم في كاس عالم الانديه، انت يعني في اسوأ الحالات يعني انت رابع العالم. يعني برضه يعني في اسوأ الحالات يا سيدي شايل من فلامينجو 4 ومغلوب من ريال مدريد، بس في النهايه انت رابع العالم. في مكتسبات انت اخدتها، في حاجات انت كسبتها، انت كفريق، كشخصيه فريق. انا بقول لك، انا بالنسبه لي بشوفها واضحه جدا. الاهلي بقى عنده مدير فني قوي بجد، قوي. الاهلي انا متاكد من الكلام اللي بقوله، الاهلي لو معاه تدعيمات في الجانب الهجومي بشكل واضح، هيبقى صعب جدا انه اي حد في القاره الافريقيه يتبارى معاه بشكل كولر ده، باللي احنا شايفينه بطريقته في ماتش ريال مدريد، لما هو عايز كل كره تتلعب بالشكل ده، وعايز سرعه، وعايز وعايز وعايز. ف بقول للاهلي وجمهور الاهلي ومجلس اداره الاهلي، هارد لك، ما جراش حاجه. طبيعي انه الكوره فيها مكسب وخساره، الاحتكاك كان مهم، عرفت نقاط الضعف او المشاكل اللي عندك، ودي فرصه كويسه جدا جدا. هنستنى الاهلي وهو بيعمل باداء كويس ان شاء الله باذن الله، وهنستنى كل فرقنا المصريه ان شاء الله باذن الله، اذا كتب لها وان تواجدت في كاس العالم للانديه، تاخد بالها من الاخطاء اللي احنا شفناها او اللي احنا تعرضنا ليها. هفضل تاني وتالت اقول الاهلي مشرف وسعيد بهذه المشاركه، وبرده تاني وتالت عزيزي المشجع الاهلاوي، خفف من غضبك، لانه هو جمهور الاهلي ما بيحزنش. في فرق ما بين الحزن وما بين الغضب. جمهور الاهلي ما بيحطش ايده على خده، جمهور الاهلي بيغضب، يعني يصور، يغضب، يتضايق، يزعل. لا ما يحزنش. الحزن ده مش تحس ان هو مش بتاعهم. لا، يغضب، انا ماليش دعوه، انا ما ينفعش معانا، ما تغلبش كده، انا ما يبقاش كده، انا ما يجيليش فرص دي وتضيع، انا كذا 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 كذا. بس هون على نفسك، لانه بطبيعه الحال دي كوره وفي فوارق لازم في كره القدم نحترمها، ولازم لو احنا عايزين نقلص الفوارق نشتغل على الجوده اللي تقربنا بشكل او باخر من ده.